السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبطال أولى وتانية وتالتة ثانوي. في سؤال دايما يا مستر بسأله، إيه أفضل وقت للمذاكرة؟ بصراحة أفضل وقت علشان يبقى مخك ده تربو مش راضي يقف هو المفروض بعد صلاة الفجر. يعني تصحى تصلي الفجر وتبدأ مذاكرتك لحد 1 الظهر. ده حرفيا أكتر وقت أنت دماغك بتبقى فيها زي التربو. الجو هادي، الناس حواليك نايمين، مفيش صداع مفيش إزعاج، فهتلاقي نفسك إن أنت بتنجز أكبر كم حرفيا من المذاكرة من بعد الفجر لحد الظهر. ولكن في ناس كتير حاولت وعملت محاولات للموضوع ده ومنهم أنا وما نجحتش بصراحة. فكان بالنسبة لي أفضل وقت أذاكر فيه هو من بعد الساعة 10 بالليل لحد الفجر أو 6 الصبح. بعد كده كنت بنام وبصحى الساعة 12. غير كده ما بعرفش أذاكر. حاولت مرة واثنين وثلاثة إن أنا أبدأ بعد الفجر، أقوم أفطر وأشرب الخمسينة بتاعتي وألاقي نفسي نايم واليوم ضاع. طيب نصيحتك أنت جاي تقول لنا إيه؟ جاي أقول لك جرب مرة واثنين وثلاثة إن أنت تبدأ من بعد الفجر. عرفت تعمل دي كان بها، ودي فعلا أحسن وقت أنت ممكن تذاكر فيه. ما عرفتش خلاص، طبيعة جسمك مش قادرة إن هي تعمل ده، يبقى أنت تسهر يا باشا من بعد الساعة 10 11 12 بالليل، تبدأ مذاكرتك وتبدأ يومك والدنيا إن شاء الله تبقى فل الفل وهتنجز برضه ما تقلقش. بس أنا جاي أقول النصيحة دي علشان هي فعلا أفضل وقت إن أنت تذاكر فيه بعد الفجر، بس دي للناس اللي هي النشيطة، وإحنا يا عم ناس مش نشيطة. أنت تقدر تسهر وتذاكر. سلام.